بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. أنا عارفة إن أنا مقصرة معاكم في الفيديوهات جدا، وإن أنا بغيب الأيام دي كتير جدا، بس معلش انتوا هتعذروني، انتوا حبايبي، ولو عرفتوا ظروفي هتعذروني. إن أنا بطلع من حاجة الحمد لله بدخل في حاجة تانية الحمد لله. يا رب ألف حمد وشكر ليك يا رب. بس الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا فضل ونعمة وكرم من عنده، والحمد لله الحمد لله احنا احسن من غيرنا بكتير. فانتوا اعذروني وسامحوني بقى ان انا مش عارفة انزل معاكم فيديوهات. انا والله نفسي اعمل معاكم روتينات زي زمان، ونعمل معانا استعدادات للمدرسة وايامنا في المدارس والكلام ده، بس والله غصب عني. ده انا حتى يعني بصور لكم الفيديو وانا قاعده بره كده، قلت اعمل فيديو سريع كده اطمنكم عليا واطمن عليكم انا كمان، وتقولوا لي اخباركم واشجعكم واحمسكم كده ان انتوا تتفرجوا على القناه وتعملوا لايك على الفيديوهات القديمه، علشان مش عارفه انا هرجع اشتغل تاني امتى. يعني ادعولي بالله عليكم. انا كنت قلت لكم في اخر فيديو ان انا عندي وعكه صحيه وبعاني يعني من مشكله صحيه في رقبتي وكده. طبعا الموضوع طول معايا الصراحة، وخد كده أبعاد الحمد لله الله المستعان. فبقيت تعبانة جدا مش قادرة يعني. بخدم ولادي زي ما بقول كده بالعافية، وبعمل كل حاجة على قدي وعلى مهلي. وبعمل حاجات خفيفة يعني. أكتر شغل البيت ما بقيتش أعمله يعني. ما بقيتش عارفة اشتري حاجة من تحت ولا اشيل حاجة بإيديا، انتوا فاهمين، مأثر عليا جامد. فعلشان كده مش بعرف اصور معاكم فيديوهات الايام دي. انا اسفه بقى لو بتسمعوا اصوات كده، عشان زي ما قلت لكم انا مش في البيت. فانا بحاول والله اطفي كده لما بلاقي الصوت عالي قوي. ربنا يرزق يا رب كل البياعين ويرزق كل الناس. فزي ما قلت لكم في حاجات كتير في شغل البيت بطلت اعملها يعني، او بعملها على قدي خالص بسبب المشكله الصحيه اللي عندي. ربنا ما يحكم عليكم يا رب بالتعب، وما تشوفوش حاجه وحشه ابدا ولا مرض، وربنا يشفي كل مريض يا رب، يا رب يشفي كل مريض. الصحه دي كنز كبير جدا يعني. اصعب حاجه في الحياه ان صحتك تخونك بصراحه، تبقى عايز تعمل حاجه ومش قادر تقوم تعملها. ده اصعب احساس الواحد ممكن يمر بيه. ربنا يمتعنا يا رب دايما بالصحه وبالعافيه، وما يحوجناش لحد خالص يا رب، ويدينا الصحة لآخر يوم في عمرنا. هو ده دايما. انا الوعكة الصحية دي علمتني ان انا افضل ادعي ربنا يا رب اديني الصحة لآخر يوم في عمري، وما تحوجني لحد يا رب، وقدرني على خدمة ولادي، وعني على يومي. انا بقوم من النوم الصبح اقول يا رب عني على يومي، علشان يومي طويل وبيبقى محتاج اعمل فيه حاجات كتير. ولو الواحد تعبان بقى لكم ان تتخيلوا بيبقى يعني الله المستعان الله المستعان. الحمد لله. مش عايزه اديكم طاقه سلبيه، مش عايزه اصدر لكم حاجه مش كويسه. احنا الحمد لله احسن من غيرنا بكتير. يا ده في ناس يعني عندها مقاسي وبلاوي زي ما بيقولوا. الحمد لله ده افتكار ربنا رحمه. بس انا جايه اقول لكم على حاجه حلوه قوي بعد تجربتي. انا ما رضيتش اطلع اتكلم لكم عليها من اول يوم بصراحه. استنيت بتاع اسبوع كده او 10 ايام تقريبا، هم 10 ايام تقريبا، علشان اقول لكم تجربتي مع الموضوع. الموضوع طلع يعني مفيد جدا يا حبايبي. انا والله بتكلم عن تجربتي الشخصيه، ماليش دعوه بتجارب حد يكون عملها وفشلت. رايكم فيها. انا جايه اقول لكم التجربه، واللي عايز يستفاد ويعملها. والله انا يعني الحمد لله ما خسرتش يعني. انت لو ما استفدتيش مش هتخسري. انا زي ما قلت لكم يعني عندي عصب ضاغط على فقرات الرقبه يعني او بالبلدي غضروف زي ما احنا بنقول في رقبتي. فكان تعبني جدا، انتوا فاهمين بقى. والدكاتره بقى انتوا عارفين ادويه العظم والعصب صعبه ازاي، ولبس الرقبه صعب جدا. بالذات في الصيف والحر ده الرقبه صعبه جدا يا حبايبي، وبتحد من حركتك برضو، ما تبقيش عارفه تلفي شمال ولا يمين وكده. فالدكتور بقى قال لي لازم تلبسي الرقبه وتاخدي الادويه دي، وبعد كده ممكن نعمل علاج طبيعي ورنين بقى، انتوا فاهمين، وانتوا فاهمين السكك دي. فالصراحه مامتي ربنا يديها الصحه يا رب والعافيه قالت لي بقول لك ايه، ما تيجي نجرب الحجامه. انا كنت الفيديو اللي فات سالتكم حد عملها ولا لا. في ناس كتير قالوا لي ان هم يعني، في حد قال لي ان هو عملها واستفاد منها، وفي حد قال لي لا خفنا نعملها
كده يعني. انا توكلت على الله لما مامتي شجعتني صراحه وقالت لي تعالي نجربها، ده الطب النبوي ده يعني حاجه كويسه، ولو ما ضرك ولو ما فاتكيش مش هتضرك، وبعدين حاجه امنه يعني، وهيعملها حد متخصص وكده، بتعملها واحده متخصصه وكده، وجربي احسن لك من الادويه هتبوظ معدتك وكده. وعلشان ايه تخفي بسرعه وتقومي تخدمي ولادك وتشوفي اللي وراكي مش فاضيه ومش عارفه إيه. قعدت تشجعني بصراحه. فقلت يا بت ايه روحي جربي. الصراحه رحت جربت زي ما قلت لكم كده من 10 ايام تقريبا. رحت اتوكلت على الله يعني، ورحت لحد موثوق فيه، هم مجربينه وعامل لهم كذا مره يعني، كذا حد معرفه انا عارفاه. واحده ست بتعمل يعني للستات، وجوزها راجل بيعمل للرجاله، وهم بقالهم فتره طويله جدا بيشتغلوا في الموضوع ده. يعني بتقولي احنا بقالنا بتاع 20 سنة بنشتغل في الموضوع دوت وده الطب البديل، ده الطب النبوي الشريف السنة يعني. وصراحة الست ما شاء الله عليها مثقفة ومتعلمة جدا، ومثقفة في الدين صراحة، جامد جدا يعني، ومتمكنة جدا من شغلتها بصراحة، عجبتني جدا يعني. وبتقولك انا بعمل والباقي على ربنا، يعني الشفا ربنا هو اللي بيجيبه. تقولك تفائلي بالخير، الاسلام دايما يقول تفائلوا بالخير، احنا الدين بتاعنا بيحض على التفاؤل يعني. تفائلي، روحي اعملي حاجه وانت متفائله ان ربنا ان شاء الله هيجيب الشفا من عنده، بس تروحي لحد تكون انت ضامناه واثقه فيه يعملها لك. صراحه هي عملتها لي على رقبتي. بأمانة بأمانة هي بتوجع جدا، أو ممكن تكون وجعتني أنا عشان رقبتي تعبانة فأنا مش مستحملة عليها أي حاجة، بس أنا كنت بعيط، انتوا فاهمين يعني، أنا كنت بعيط من كتر الوجع اللي أنا حاسة بيه، بتوجع جدا. سلام ورحمة الله وبركاته. معلش أنا كنت قطعت كده ورجعت معاكم تاني. فبقول لكم بقى ان انا جربت الحجامه دي الصراحه، انا عملتها في مكان يعني انا واثقه فيه، مع ست محترمه جدا ربنا يبارك لها يا رب ويديها الصحه. بس انا ما اكدبش عليكم، وهي ما كانتش سهله بالنسبه لي، هي كانت صعبه جدا وانا تعبت فيها. معلش حقكم عليا انا كل شويه اقطع. احنا كنا وصلنا لغايه ما بقول لكم انا عملتها الحمد لله. هي طبعا كانت متعبه بالنسبه لي جدا، يمكن عشان انا رقبتي رحت وانا رقبتي كانت تعبانه قوي يعني، ما كنتش قادره احركها، فتعبتني جدا الصراحه. فانا من كتر الوجع كنت بعيط والله. وفي لحظه كده وانا بعملها ندمت ان انا بعملها، ان انا خدت الخطوه دي لانها تعبتني جدا. وروحت بقى مش عايزه اقول لكم مكسره، يعني مكسره بمعنى كلمه مكسره. نمت في الليله دي مش عايزه اقول لكم وانا تعبانه جدا، وكنت اول يوم متضايقه جدا، وكنت اول يوم يعني عماله افكر كده واقول ايه يا ريتني ما عملتها، انتوا فاهمين. بس اللي غصبني ان انا اعملها يعني المر زي ما بيقولوا، ان انا كنت تعبانه جدا وعايزه حاجه تريحني عشان اقدر ارجع تاني اخدم ولادي واشوف ورايا ايه. انتوا فاهمين الرقده وحشه جدا على فكره، وبالذات موضوع الرقبه ده بيخليكي مش عارفه تعملي حاجه ولا تشيلي حاجه بايديكي، وايديكي دايما منمله وبتبقي تعبانه جدا. ف اول يوم حسيت زي ما بقول لكم ان انا تعبانه جدا وجسمي مكسر، فلبست الرقبه شويه وخدت المسكنات بتاعتي ونمت وكده. قمت من النوم حسيت ان رقبتي يعني فكت شويه، ان الوجع بتاع جسمي مكان العلامات بتاعت الحجامه بردت شويه. كانت الاول وجعاني قوي. حتى هي قالت لي روحي خدي شاور وكده على طول وما تتعرضيش للهواء، يعني ما تقعديش في حته فيها مروحه او تيار هواء، وما تاكليش لبن او بيض او سمك في اول يوم. هي دي اللي قالته لي بالنص يعني. فانا ما اكلتش الحاجات الثلاث حاجات اللي هي قالت لي عليهم دول اول يوم، وحاولت ما اقعدش في مروحه وكده، وخدت الشاور على طول دافي كده ودخلت بقى ايه زي ما قلت لكم نمت يعني. وخدت لبست الرقبه شويه وخدت مسكناتي، قلت عشان اعرف انام من التعب اللي انا كنت فيه. قمت من النوم والله العظيم والله العظيم ده حصل لي بالظبط. رقبتي اصلا كانت تعباني في اني الفها يمين وشمال، لقيتها بتتلف معايا يمين وشمال. هي فيها وجع بس بتتلف معايا يمين وشمال. والجروح بتاعه الحجامه ما بقتش بتوجعني ولا بتحرقني زي اول يوم. اتفائلت كده، قلت يلا الحمد لله هيجي الخير بقى. تالت يوم لقيت نفسي بقيت احسن، رابع يوم بقيت احسن، خامس يوم بقيت احسن. النهارده بكلمكم في اليوم العاشر، الحمد لله الحمد لله. بقالي اسبوع بالظبط ما لبستش الرقبه ولا خدت مسكنات لرقبتي. الحمد لله الحمد لله ولله الحمد. بطلت العلاج اللي الدكتور كان كاتبه لي عشان اشوف اثار الحجامه هتعمل ايه لوحدها. الحمد لله ما خدتش غير اول يوم بس، زي ما كنت تعبانه جدا من تقريبا وهي بتعملها لي وكده، او ان هي كان مجهود عليا او كده فتعبتني.
فخدت مسكن اول يوم، بس بعد كده لا. بعد كده للامانه الحمد لله النهارده اليوم العاشر انا حاسه بتحسن كويس جدا. حاسه ان انا مفيش حاجه، رقبتي مش بتوجعني زي الاول. اه لما بعمل مجهود كبير او بشيل حاجه تقيله او حاجه بحس بتعب. غير كده طول ما انا قاعده مستريحه ماشيه مفيش حاجه. دلوقتي انا بنزل واطلع الحمد لله، مش تعبانه زي قبل كده. انا ممكن يكون صوتي متغير شويه عشان انا عندي برد. يعني انا دلوقتي اللي تعبني عظمي بيوجعني كله بسبب البرد، وزوري بيوجعني. انتوا عارفين اعراض البرد، فانا باخد ادويه للبرد بس مش باخد ادويه صراحه لحاجه لرقبتي دلوقتي. وقفت كله لما لقيت الحجامه حسنت لي الموضوع. والجروح النهارده اليوم العاشر ما بقتش باينه غير علامات بسيطه خالص كده. وخلاص هي قالت لي من اسبوعين لثلاثه بتروح خالص الاثار بتاعتها كأن ما فيش حاجه حصلت. انتوا فاهمين؟ لان هي بتبقى دواير كده وفيها تشريطات. هي حتى قالت لي في ناس بتعملها بالموس وناس بتعملها بالمشرط. اللي بالمشرط بتبقى التشريطه كبيره وعريضه بتغيب لما تلم، غير اللي بالموس عشان الموس خفيف تبقى التشريطه بتاعته ضعيفه كده. فبتقول لي دي بتلم بسرعه، يعني يومين ولا حاجه بتلاقي الموضوع لم معاكي. والعلامه بتاعته زي ما قلت لكم من اسبوعين لثلاثه بتروح خالص يعني. فانا الحمد لله متفائله جدا، والحمد لله مبسوطه جدا ان انا عملت حاجه امنه، يعني ما فيهاش اي ضرر، ما فيهاش كيماويات، حاجه من السنه بتاعتنا من الطب النبوي بتاعنا اللي الرسول وصانا عليه. ولقيت نتيجتها كويسه جدا، فانا فرحانه قوي وقلت لازم افيد حبايبي واقول لهم على تجربتي. وهي كمان المدام او الشيخه يعني اللي كانت بتعمل لي الحجامه دي قالت لي في ناس ما بتحسش بيها خالص، وفي ناس مش يعني مش بتتوجع زيك كده. قالت لي يعني حجامه الظهر حجامه الرجل من اسهل الحجامات. بتقولي بعملها يعني سهله جدا. قالت لي هي من اصعب الحجامات اللي هي بتاعه الرقبه وبتاعه الدماغ اللي هي اما بيعملوها للصداع. بتقولي بتبقى صعبه شويه لان هي بتحط الكاس في عظم، انتوا فاهمين، مش في لحم، وفي شعر بقى وكده بيضايقها وهي بتشتغل. فبتقولي بتبقى متعبه بالنسبه لي وبالنسبه اللي بعملها له. وبتاعه الرقبه بتتعب برضو علشان الرقبه انتوا فاهمين حته طريه كده ومليانه عروق ومليانه اعصاب واوتار وكلام من ده. وكمان هي كانت تعبانه عندي والفقرات تعباني جدا، فانا مش مستحمله اصلا اجيبها يمين وشمال ولا احط ايدي عليها فان انا اعمل فيها، فدي صعبه قوي. هي تعبتني عشان كده. بتقولي ما عدا كده بقيه الحجامات كلها سهله جدا. بتقولي ما بيتوجعوش ولا اي حاجه منها، وبتعمل حجامات لكل حاجه وكل الامراض اللي في الدنيا. تخيلوا بقى بتعمل لكل حاجه. وبتقولي في ناس النتيجه بتبان معاها بعد اسبوع، في بعد شهر، في بعد اسبوعين، وفي ناس بتعوز تكررها. يعني مثلا عملتها مره وتكررها بعد 25 يوم، وفي ناس ما بتكررهاش خالص بتعملها مره واحده بس على الحاجه، وفي ناس بتعملها كل سنه كل كام شهر. انتوا كل جسم وطبيعته، يعني كل جسم وطبيعته. فانا مش عارفه انا ممكن اعيدها تاني امتى. يعني انتوا فاهمين؟ هي قالت لي انت ولما تحسي باعراض تانية او تحسي ان انت تعبانه تاني بيقولي لي، يعني انتوا فاهمين. ويمكن الحمد لله الموضوع يخلص على كده، انا مش عارفه. بس طبعا هي قالت لي برضو اسمعي تعليمات الدكتور ان انت ما تشيليش حاجات تقيله، ما تبذليش مجهود كبير، ما تقعديش فترات طويله على كرسي كده. قالت لي عشان برضك الحاجات دي هتخليكي تتعبي يعني، والعصب يتعب واللي هو ضغط على الفقرات ده يتعب اكتر. قالت لي حاولي تريحي نفسك لان موضوع الفقرات ده عايز راحه. انا كده تقريبا قلت لكم كل تفاصيل الموضوع. فزي ما قلت لكم كل جسم وطبيعته، الشفاء ده من عند ربنا، انت بتعملي وتتوكلي على الله، واللي بيجيب الشفاء ربنا. فربنا يا رب يعفي عن كل مريض ويشفي كل مريض. انا بس حبيت انقل لكم تجربتي ان انا فرحانه جدا، وما رضيتش اقول لكم من اول يوم ولا رضيت اقول لكم قبل ما اعملها. انا ما قلت لكمش بصراحه غير بعد ما عدى 10 ايام على الموضوع، قلت عشان اشوف في تحسن ولا لا. وبدعي واقول يا رب يتمم شفايا على خير، وان الموضوع يكون يعني هدى على كده. مش هقول انتهى عشان انا متاكده ان هو مش هيبقى انتهى للابد يعني، بس يكون هدى على كده. انا بقول لو عملتها حتى كل سنه مره او كل كام شهر مره اريح لي برضو، احسن لي من الادويه الصعبه ومن جري الدكاتره والاشاعات، انتوا فاهمين، والعلاج الطبيعي والكلام ده. يعني هي ارحم من حاجات كتير ممكن اعملها في الطب يعني. وكمان بصراحه يعني الادويه بقت الايام دي مكلفه جدا، والدكاتره مكلفه جدا، والاشاعات مكلفه جدا. فانتوا فاهمين الدنيا فيها ايه. مهما كانت الحجامه
فلوسها مش كتير، يعني هم بيعملوا الجلسة من 250 ل 300 تقريبا، وكل جزء في الجسم بنفس التمن. يعني انت لو هتعملي حتتين مثلا على رقبتك وايديكي هيبقى 500، انتوا فاهمين؟ يعني كل حته بس بتعملي فيها ب 250، ب 250. وفي اماكن قالوا بيعملوها ب 300، يعني حسب المكان اللي انت هتعملي فيه. يعني مهما كانت برضو ان هي سعرها مش حاجه بسيطه خالص، يعني حاجه ما تجيش خالص جنب كشف دكتور، انتوا فاهمين؟ او ادويه من بتاعه العظم الغاليه جدا، او اشاعات. دي اشاعه الرنين يعني لوحدها بتعدي ال 1200 جنيه او 1400 كمان، انتوا فاهمين؟ يعني بالنسبه للادويه والدكاتره والاشاعات، هي احسن بكتير من كل النواحي. وبعدين مش هتضرك، يعني لو ما عملتلكيش نتيجه مش هتضرك زي الادويه اللي كلها كيماويات وبتبوظ المعده. انتوا عارفين ان علاج العظم كله بيبوظ المعده، يعني بتبقى حاجات جامده جدا على المعده، لازم بيدوا حمايه معاها للمعده. يا رب اكون فدتكم وقلت لكم عن تجربتي في الحجامه. في ناس هتقول ده تخلف، دي رجعيه، ده مش عارفه ايه. احنا يا جماعه مسلمين وبنقتدي بسنه الرسول، وبدل حد جرب حاجه وبيشكر فيها وبيقول كويسه وانتوا واثقين فيه لازم تاخدوا كلامه ثقه. فانا قلت عشان لو واحده مثلا محتاجه تعملها، او تعبانه ومش عارفه تعمل ايه، او نفسها تخف، انا بحكي لها عن تجربتي. انا اول مره في حياتي اعملها، واول مره اخش بالتجربه دي، وانا مبسوطه جدا ان انا جربت الحكايه دي على فكره. فانا عشان كده طلعت اقول لكم، وربنا يا رب يشفي كل مريض ويكمل شفاية على خير يا رب، والموضوع زي ما قلت لكم يهدى على كده. والحمد لله على نعم ربنا، الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب. سلام عليكم.